البنزين غلي بس البيبي لسه موجود، وده المبدأ اللي مشي عليه شاب مصري من كرة بسيطة. فهو كان شغال على انه يعمل حاجة من ولا حاجة، وعمل جهاز بيحول مية الصرف الصحي او سبيشالي اليوريا لوقود بديل للبنزين. والحوار ده بقى مبني على حاجه اسمها اليوريا الكترولايزر. بيبدا بان البول فيه كميه كبيره من الميه واليوريا غني جدا بالنيتروجين والهيدروجين NH2CO NH2. ولان الهيدروجين هو مفتاح اي وقود نظيف، فجهاز اليوريا الكترولايزر بياخد الميه ويعديها من تيار كهربي، فساعتها ال H2 بيتفصل عن باقي العناصر ويتجمع ويتحول وقود ممكن تستخدمه في تشغيل محركات او مولدات او اي حاجه. انا بدل ما اروح امول عربيتي بنزين 95 امولها بول. بعد كل ده بقى ليه مش بنستخدم اليوريا الكترولايزر كبديل للبنزين؟ عشان تكلفة إنتاجه أغلى من البنزين وهيحتاج تكلفة وإنتاج خاص، والأهم إن مش سهل على أي مصدر طاقة أرخص وأنظف إنه يدخل السوق العالمي وينافس البترول. ده اقتصاد دول كاملة قايمة على البترول، وفي نفس الوقت مش صعب لو عجبكم الفيديو تعملوا فولو ولايك، ولو عندك رأي في حوار البيبي بدل البترول ده اكتب لنا رأي في كومنتات. يبقى انت هتبقى رايح معطر للصبح.